طيبتم وطابت أوقاتكم بكل خير من الفضائية الإريترية. نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. الرئيس دونالد ترامب يبعث رسالة إلى الرئيس سياس أفورقي. وزارة العدل تنظم ورشة عمل حول خارطة الطريق. أنشطة نفير جماعي لموظفو مكتب الرئيس ومكاتب الوزارات المختلفة. القوات الروسية تسيطر على مدينة دونتسيك. وزير الخارجية الألماني: إسرائيل في خطر العزلة. العثور على ميماء في شوارع بيرو. بعث رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب رسالة إلى الرئيس سياس أفورقي. وشكر الرئيس ترامب في الرسالة التي بعثها في 30 من يوليو برقية التهنئة التي أرسلها الرئيس سياس أفورقي بمناسبة انتخابها الرئيس 47 للولايات المتحدة الأمريكية، موضحا العمل لإصلاح العلاقات التي تضررت على المستوى العالمي في فترة إدارة بايدن. وأكد الرئيس ترامب باستعداده لتطوير علاقات بناءة مع إريتريا تقوم على الصدق والإحترام بما يعزز فرص السلام والازدهار في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر. وكان الرئيس سياس أفورقي قد هنأ الرئيس دونالد ترامب بمناسبة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية في الانتخابات التي جرت في شهر نوفمبر من العام 2024 أصالة عن نفسه ونيابة عن حكومة شعب إريتريا. وقال أن الوقت الحاضر هو الأكثر أهمية من أي وقت مضى للسلام الدولي، وتمنى له التوفيق في تنفيذ موقفه الواضح تجاه هذه القضايا المصيرية. وأعرب الرئيس سياس أفورقي في برقية التهنئة عن اعتقاده الراسخ بأن انتخاب الرئيس دونالد ترامب سيفتح فصلا جديدا في العلاقات البناءة والتعاون بين إريتريا والولايات المتحدة الأمريكية. نظمت وزارة العدل ورشة عمل حول خارطة طريق الوزارة يومي 30 والحادي من يوليو في أسمراء. وفي الورشة التي حضرها أعضاء وزارة العدل ومسؤولو الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى، قدمت وزيرة العدل فوزية هاشم عرضا شاملا حول الخلفية والفكرة الأساسية لهذه الخارطة في ضوء الأولويات الوطنية وخبرة وزارة العدل. وأكدت الوزيرة فوزية أن الهوية والقيم وأسلوب الحياة هي العوامل الموحدة للمجتمع، وإن ضمان استمراريتها في ظل الأوضاع الراهنة والحقائق الأخرى هي مسألة بناء بقاء المجتمعات. مشيرة إلى أن وزارة العدل أعدت خارطة طريق تساهم في بناء نظام عدالة يركز على السيادة الاجتماعية. وحثت المشاركين على المشاركة الفاعلة في إسراء المبادئ التوجيهية، قائلة إن نظم العدالة المرتكز على السيادة الاجتماعية يتضمن نظام حياة يعكس المجتمع ويعكس وضعه الشامل ويحظى بمشاركة واسعة من المجتمع ويضمن الانسجام والاستقرار. وبعد نقاش معمق حول رؤية ومبادئ وركائز خارطة الطريق، قدم المشاركون تقييمهم في شكل تقارير. وذكرت الوزيرة فوزية هاشم أنه بعد صياغة المقترحات البناءة للمشاركين سيتم إعداد خطط عمل مفصلة بناء على خارطة الطريق المعدلة وعرضها للأعضاء لمناقشتها. عقد قائد شرطة المرور الإقليمي الأوسط الرائد هابتاي قبرو سيمينارا لسائقي شركة ليلو اليوم الأول من أغسطس في أسمر حول القوانين المرورية واحترامها لتجنب الحوادث المرورية. وأوضح الرئيس هابتاي أن عدم إجراء الفحوصات الدورية للمركبات بعد كل رحلة والإهمال في إصلاح الأجزاء المتهالكة والتهور في القيادة وعدم إعطاء الأولوية المرورية والحمولة الزائدة، بالإضافة إلى تناول الكحوليات من أكثر المسببات الشائعة للحوادث المرورية المسجلة حتى الآن. وأضاف مسؤول الرقابة والمخالفات السيد إسحاق يعقوب بدوره أنه سجلت 1409 حوادث في النصف الأول من العام الجاري، حيث توفي 18 مواطنا وجرح 350 آخرين، ليصل إجمالي الخسائر المادية جراء الحوادث إلى مبلغ أكثر من 9 ملايين نقفة. وحث السيد إسحاق السائقين على توخي الحيطة والحذر عند القيادة، خاصة في الرحلات الليلية، واتباع القوانين المرورية في جميع تحركاتهم، بالإضافة إلى مراعاة صحة السيارات والحمولة التي ينقلونها بكل مسؤولية.
واقترح المشاركون إلى توسيع الحملات التوعوية المماثلة باستمرار للعاملين في القيادة بشكل عام والسائقين العاملين في الشركات بشكل خاص. قام موظفو مكتب الرئيس ومكتب وزارة المالية والتنمية الوطنية اليوم الأول من أغسطس بأعمال نفير للحفاظ على المياه والتربة في مايد منت. وشارك أكثر من 700 موظف في بناء القنوات الحوضية وإعداد الحفر للتشجير. وأوضح أحد منظمو البرنامج من مكتب الرئيس السيد سعاري كفلاي ومن وزارة المالية والتنمية الوطنية المقدم إيوب نقاسي أن النفير ينظم ضمن الأنشطة السنوية التي تنظم للمشاركة في برامج التنمية الوطنية من قبل موظفو الحكومة. وأضاف ممثل سلطة الغابات والحياة البرية الذي تواجد في الموقع سيد ميكيل أبراهام أن موظفو المؤسسات والشركات الحكومية يشاركون منذ العام 2021 في أنشطة الحفاظ على المياه والتربة بمايد منت، وأنهم قاموا بشتل أكثر من 800 ألف شتلة حتى الآن التي شتلت في 120 هكتار من القنوات الحوضية. يذكر قيام موظفو مكتب المراقب العام وخدمات السجون والتأهيل بالإضافة إلى موظفو شركة موسى علي للبناء بأعمال مماثلة سابقا. تنفذ حملة الطلاب الصيفية 27 من أجل التنمية بشكل جيد في 4 مديريات بإقليم شمال البحر الأحمر حسب ما جاء من منسق الحملة الأستاذ في السهية تكية. وأفاد أن أكثر من 1500 طالب وطالبة برفقة معلمين وخبراء زراعيين يعملون على أنشطة الحفاظ على المياه والتربة وبناء وصيانة القنوات وإعداد الحفر للشتل في 12 مركزا، مشيرا إلى أن شتول الأشجار تنمو بشكل جيد. ويستمر البرنامج الذي بدأ في شهر يونيو وحتى نهاية شهر يوليو نظرا لأوضاع المناخ ل40 يوما. وذكر أنه تم حفر أكثر من 12 ألف حفرة للتشجير وقرص نحو 6000 شتلة أشجار والاعتناء ب 23 ألف شجرة، بالإضافة إلى إصلاح أكثر من 160 مترا من القنوات وجمع 110 متر مكعب من الحجارة حتى الآن. وأن الأعمال مستمرة في المديريات الثلاث المتبقية بمديرية مصوع. ودعا الأستاذ الساسيني إلى الاستعداد الجيد في المستقبل حيث أن نقص المعدات يؤثر سلبا على سير الأنشطة. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية خسرت حوالي 7500 عسكري في مدينة جوسيف يار المحررة في دونتسك. وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق تحرير مدينة جوسيف يار في جمهورية دونتسك الشعبية. وذكرت الدفاع الروسي أن عملية تحرير جوسيف يار أدت إلى تطهير أكثر من 4200 مبنى ومنشآت وأسر حوالي 50 عسكريا أوكرانيا وتدمير أكثر من 30 مدفعا و70 طاقما من المسيرات وإجلاء 65 مدنيا من المدينة. يشار إلى أن وزارة الدفاع الروسية كانت قد أكدت سابقا تقدم الجيش الروسي على كل الخطوط المواجهة وتحرير القرى والبلات الواحدة تلو الأخرى في جمهورية دونتسك ومنطقتي خراسان وزابوروجيا. صرح وزير الخارجية الألماني يوهان فاردلوف الذي يزور إسرائيل بأن تل أبيب تواجه خطر العزلة الدولية وأن برلين تبذل كل ما جهودها لمنع ذلك. وقال يجب على إسرائيل دائما أن تجد أصدقاء وشركاء وداعمين لها في المجتمع الدولي، وهذا الأمر مهدد حاليا في ظل هذه الظروف. وإذا كانت هنالك دولة واحدة تتحمل مسؤولية منع ذلك فهي برأي ألمانيا حسب قوله. ودعا فيدويل الحكومة الإسرائيلية إلى السماح بتحسن جوهري في أوضاع السكان في قطاع غزة، قائلا بعد لقاء عدد من المسؤولين الإسرائيليين في أنحاء قطاع غزة يعاني الناس من الجوع يوما، والنساء ورجال وأطفال يقتلون خلال سعيهم اليائس إلى الطعام. إنه وضع لا يحتمل على الإطلاق ويجب أن يتغير فورا. وأشار وزير الخارجية الألماني إلى أن بلاده ترى ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية في نهاية مسار تفاوضي يجب أن يبدأ قريبا، مشددا على أن الحل يكمن في إقامة دولتين لإنهاء الصراع.
عثر عمال حفر لتوصيل أنابيب غاز طبيعي في إحدى ضواحي العاصمة البيروفية ليما على مقبرة أثرية تعود إلى ما قبل الحقبة الإسبانية يقدر عمرها بنحو 1000 عام. ولاحظ العمال خلال أعمال حفر جذع شجرة ورانغو، وهي علامة تقليدية للمقابر في المنطقة، على عمق 50 سنتيمترا. وأدى الحفر الدقيق إلى الكشف عن مومياء طفل يتراوح عمره ما بين 10 و15 عاما، مدفونة على عمق 1.2 متر في وضعية جلوس، ملفوفة بكفن يحتوي على قرع مجففة ومحاطة بأواني فخارية مزخرفة تحمل رسوما لصيادي السمك. وفي موقع مجاور عثر علماء أثار على مومياء أخرى يعتقد أنها لأنثى محفوظة بشكل طبيعي مع شعر بني داكن مدفونة على عمق نصف متر. وتنسب هذه الاكتشافات إلى ثقافة شانكاي من 1000 إلى 1470 ميلادية المعروفة بمجتمعها البحري وطقوسها الدينية، ما يجعل هذا الاستكشاف نافذة نادرة على ماضي الحضارة الشانكية التي ازدهرت على الساحل البيروفي. وتعد ليما موطنا لأكثر من 400 موقع أثري يعرف باسم هوكاس، وهي هياكل طينية كانت بمثابة معابد أو مقابر، ويساعد المناخ الصحراوي الجاف على الحفاظ على الموميات والفخار، مما يجعل المنطقة كنزا أثريا. عناوين الأخبار مرة أخرى. الرئيس دونالد ترامب يبعث رسالة إلى الرئيس إسياس أفورقي. وزارة العدل تنظم ورشة عمل حول خارطة الطريق. أنشطة نفير جماعي لموظفو مكتب الرئيس ومكاتب الوزارات المختلفة. القوات الروسية تسيطر على مدينة في دونتسك. وزير الخارجية الألماني: إسرائيل في خطر العزلة. العثور على المومياء في شوارع بيرو. وصلنا إلى ختام النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. في أمان الله.